عثمان الخميس، ارفع التليفون. إزرائيل جاء عليك لقبض روحك. لا إله إلا عثمان الخميس، ارفع التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله الشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس، صوتك مو واضح شيخنا الغالي. الصوت كلش مو واضح، يمك صوت أعلى من صوتك شيخنا ما سمعك. حياك الله، كيف أحوالك شيخ عثمان الخميس؟ حياك الله شيخنا الغالي. طبعا أنا أبارك بطروحاتك وفكرك يتقبل الرأي الآخر. الصوت مو واضح كلش شيخنا، ما أقدر أسمع أي شيء من عندك. تفضل. حياك الله شيخ عثمان الخميس، مو صحيح وياي؟ تفضل. حياك الله شيخنا. شيخنا الغالي، يوم أمس في قناة مسمى قناة رافضية تبث على النيل سات، قناة أهل البيت، اتصل عليك هناك الشيخ حسن الله ياري وحاول اتصل على رقمك الشخصي لدعوتك إلى المناظرة، فما هو ردك؟ لا يا حبيبي، ما ناظرتهم ولا شيء. لماذا لا تناظر؟ هو يعني يريد يثبت بطلان الدين يعني عندك موضوع ثاني، تفضل. حياك الله شيخنا. بس الآن نعم شيخنا الغالي، أنا سمعتك في قناة وصال أنت قلت إذا اتصل عليك ثار الدراجي سده بوجهه، ايش بيها ثار الدراجي؟ هذا كذاب. نعم. ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستهزئ بالناس. نعم. غير مؤدب أبدا. نعم. طيب. وأظنك أنت. طيب. لا شيخنا، هو مستعد لا يسب ولا يكذب، بس اقبل مناظرة. لا مو مستعد لا يسب. لا اقبل. سمعت يسب ويلعن وكذا، شنو مستعد ما يسب؟ نعم اقبل مناظرة الشيخ. هو إنسان غير مؤدب. طيب. هو شيخنا اللعن والسب في دينه واجب عليه من أعداء أهل البيت، لكن أنت اثبت إلى حقانية أبو بكر وعمر وعائشة في قناة أهل البيت لكي لكي يمتنع عن سبهم. انتصر على الشيخ حسن الله يارى الناظرة. لا يقتنع، ما يحتاج يقتنع، خلى على وضعه. نعم. إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير. طيب مسألة ثانية فقط شيخ. الو. طيب لا المسألة الثانية مو سؤال، مسألة ثانية. انا موكل. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. هرب عثمان الخميس حفيد عمر المابون. اسمعوا يا اخوان، اسمعوا يا مشاهدين، هذا حفيد عمر المابون. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ما يرد. ثار الدراجي يلعن ويسب. طيب اقبل مناظرة الشيخ حسن الله ياري في قناة أهل البيت، واثبت له أن اللعن وسب هذه الذين لعنهم ويسبهم هو على باطل، لكي يمتنع عن لعنهم وسبهم. هؤلاء علماء العمرية والمخالفين، هكذا هم جبناء. ما يرد طبعا لأنه جبان. هذا طبعا بالنسبة له عثمان الخميس يقول لأنه يلعن ويسب. طيب اللعن في القرآن موجود، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. عتل بعد ذلك زنيم، حمر مستنفرة فرت من قسورة. كثير من الآيات تدل على لعن أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الأنبياء والرسل. طيب إذا نجي لمنهج أهل البيت عليهم السلام، عندما حتى الحديث أعتقد موجود في كتب العامة، عندما وصف رسول الله مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ، هذا موجود.
الإمام الحسين عليه السلام عندما يخاطب أحد أعداء في يوم العاشر يقول أحد أصحاب الإمام أو هو الإمام الحسين عليه السلام نفسه يقول له: يا ابن البوالي على عقبي، أو يا ابن البغية، أو هكذا وهكذا تعابير. يا ابن النابغة، الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة. أما السب، بعض الشيعة إلى الآن يهاجمنا لأننا نلعن ونسب ونتجاهر بهذا الشيء، فأنا أقول لهم: أنتم إلى من تنتمون؟ إذا قلتم نحن ننتمي إلى أهل البيت عليهم السلام فهذا منهجهم، فهذا منهج أهل البيت عليهم السلام، وجوب البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام. هذا ما مسألة طبيعية. كذب من زعم محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. التبرؤ كيف يكون؟ التبرؤ قد يكون أنك تظهر البراءة واجب عليك، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح في صحيح الكافي، واللي صححه أغلب العلماء واللي بنوا عليه قاعدة فقهية، يقول: إذا ظهر أهل الريب والبدع من بعد فاظهروا البراءة منهم. فاظهروا البراءة، مو تكتمونها بقلوبكم. واكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. هذا حديث واجب يقول: اكثروا من سبهم. طيب نرجع للعلماء. إذا كنتم تنتمون إلى المدرسة التي خرجت كبار المراجع الآن الموجودين، مدرسة السيد الخوئي، هذا السيد الخوئي في مصباح الفقهاء في الجزء الأول في صفحة 501 يقول: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على جواز غيبة المخالفين بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل أن صاحب كتاب الجواهر يرى جواز ذلك من الضروريات. طيب إذا تنتمون إلى المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة ولاية الفقيه، هذا السيد الخميني في كتاب المكاسب المحرمة في الجزء الأول في صفحة 251 يقول: غيرنا ليسوا بأخوان لنا، أي المخالفون، ويجوز هتكهم والوقيعة فيهم، سبهم ولعنهم، ويجوز غيبتهم، وأن هذه السيرة مأخوذة من روايات وسيرة أهل البيت عليهم السلام الذين أكثروا من الطعن ولعن أعدائهم، أكثروا من الطعن واللعن في أعدائهم. أنتم لمن تنتمون؟ إذا تقولون ينتمي إلى جهة فلانية، جهة متشددة، فهذا السيد الخميني وهذا السيد أبو القاسم الخوي الموجودين الآن. أنتم لمن تنتمون؟ البترية يعني لمن تنتمون؟ هذه كتب الشيخ المفيد، كتب الشيخ المجلسي، هذا سيد الشيخ البهاء العامل يقول: يا أيها المدعي حب الوصية ولم يرضى بسب أبا بكر ولا عمر، كذبت والله، خسأت والله، كذبت والله في دعوى محبته، تبت يداك ستصلع في غدا سقرا. أيها الأغم، نحن نقيم عليهم الحجة ونلعن ونسب رموزهم لكي نصدم المخالفين، كي يعلموا حقيقة أهل السقيفة، حقيقة الذين أفسدوا في الإسلام، الذين ينتشر فسادهم اليوم. وهؤلاء علماء المخالفين يقولون يسب ويلعن وكذا. طيب ناظر أنت الشيخ حسن الله ياري واثبت أنه رموزك عظيمة، رموزك لا تستحق السب واللعن، كي أنا أتبعك. ما عنده شجاعة، يعني يعلم ما هي رموزه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. معتمدين البالي. عثمان الخميس ارفع التليفون. إسرائيل جاء عليك لقبض روحك. لا إله إلا عثمان الخميس ارفع التليفون. فعلى كل حال لا يجيب الشيخ، فأنا أقول لعثمان الخميس: يا عثمان الخميس، وهذا الخبر طبعا يصل إليك، ويقول إذا أنت لا تشاهد القناة الآن فإن الخبر سوف يصل إليك، فإني اتصلت بك من البث المباشر، وأنا الشيخ حسن الله ياري، أنا إسرائيلكم. أنا كملك الموت لكم لعلماء العمرية. فأناديك وأتحداك بالمناظرة يا شيخ عثمان الخميس، أي وقت أردت وأي يوم أنت تريد وتشاء فقل لي، فأنا إن شاء الله العزيز في خدمتك، ونحن نناظر على المسائل الخلافية بيننا وبينكم. إذا أردت الإمامة في القرآن أنا حاضر، إذا أردت أبو بكر وعمر سورة الحجرات كفرهما، عائشة كفرها
سورة التحريم أنا في الخدمة. أي موضوع خلافي مهم بيننا وبينكم أنا حاضر أن أناقشك وأناظرك يا عثمان الخميس. وأين عثمان الخميس وأين أشباه عثمان الخميس وهم يفرون منا؟ فهذا يكون حجة عندكم إخواني الأعزاء إني خابرته واتصلت به، ولكن احتمال هو مشغول عنده شغل الآن لا يجيب، ولكن هذا الخبر يصل إليه فأريد منه الجواب على الأقل، أريد منه الجواب على الأقل، يناظرني أو لا يناظرني، وإذا لا يناظرني أعطينا الدليل. ما هو الدليل؟ بارك الله فيكم.